السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل يوم فيديوهات جديدة ان شاء الله. كل يوم هنزل لكم حاجة جديدة. النهاردة عاملة كبدة ورز ابيض، واكلة موفرة خالص، مفيش اوفر من كده. وشوية سلطة، شوية كبدة، ولا حاطة زيت ولا سمنة. موفرة خالص وهتعجبك قوي، وطعمها تحفة ملهاش اي حل، وعملتها بكل سهولة. صلوا على النبي، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد على قناة يوميات بيت العيلة. معايا بقى بصوا شوية رز تاكلي صوابعك وراه، وبمعلقة سمنة بلدي بس، وطبق كبدة بقى وتحصري الليمون تاكلي صوابعك وراه. معايا 4 طماطمات، 4 طماطمات قطعتهم كده، ومعايا قرنين فلفل وفصين توم. يعني كل اللي انت محتاجاه حاجات بسيطة، وكلها في البيت عندك، حاجات كلها موجودة عندك في البيت، ومش هتاخدي اي وقت. انا بقطع الطماطم كده. السكينة الجديدة، انا جبت سكينة جديدة، جبت سكينتين طلعوا حلوين قوي. جايبة السكينة قطع 40 جنيه، حلوة قوي. يعني انا جبتهم وعجبوني يعني. جبت كده طاسة حطيتها على النار، سخنتها شوية، هنزل عليها بالطماطم والفلفل، اخليهم ياخدوا تشويحة الاول على النار، تشويحة بس كده عشان انا مش حاطة زيت زي ما انا قايله لكم. ومعاك القرنين فلفل دول كمان هقطعهم، والكام فص توم اللي انا قايله لكم عليهم هقطعهم برضو وهنزلهم عليها. انت عايزه تحط فلفل حامي دي براحتك. واكله خفيفه والله ما خدت وقت معايا. لو حد عايز يعمل اكله سريعه مفيش اسرع من دي. مخليه بقى بالي عشان السكينه حاميه قوي. نزلت رحت اشتريت كام سكينه، اللي كان عندي سكاكين بس مش عارفه مبقتش حاميه قوي زي الاول. عايزه اجيب مسن ان شاء الله اسن بيه السكاكين. اقطع التوم كده عادي باي تقطيع، يعني وسط، يعني زي ما انت تقطعي. قطعته كده، والتوم ده برضه هفضيه مع الطماطم والفلفل. قطعته كده يعني ايه، يعني ولا كبير اوي ولا صغير قوي، عشان برضه ما ياخدش وقت. جبت بقى ايه، هعمل الصينية دي جديدة. ايه رأيك في الصينية؟ لسه شاريها برضه ب50 جنيه. وطقم التوزيع ده شارية ال3 السيليكون دول ب70 جنيه. 3 معالق وفرشة، جايبة فرشة بتاعة الجلاش، وجايبة معلقتين من دول حلوين قوي. خلاص كده انا هحط التوم بقى على الفلفل والطماطم. حطيت الاول الملح، واحط شويه فلفل وشويه كمون. انا بحب شويه فلفل صغيرين كده مش كتير قوي، عشان كده انا مش حاطه شطه خالص، انا مش عايزه حاجه حراقه. ادي لها تقليبه، وشويه كمون كده. انا بصوا كنت جايه من بره الساعه 2، وانا اصلا ميعاد الغدا بتاعي 3 بالظبط. ده اكل الدكتور كاتبهولي في الرجيم، واكله صحي والله، يعني اكل عاجبني قوي وصحي. ده كان كاتبهولي في الرجيم. وانزل بقى بالكبده دي اللي انا غسلاها بالخل والليمون. كنت نقعاها في الخل والليمون بقالها ساعه، وكنت مصفيها بس لسه فيها برضو ميه. اسيب كله يتشوح مع بعض، اديلهم تشويحه واغطي عليها واسيبها لغايه ما تستوى خالص. اديت لها تقليبه كده. يلا اللي معملش لايك واشتراك في القناه يعمل لايك واشتراك عشان يوصله كل جديد على قناه يوميات بيت العيله، عشان الصفحه تكبر بيكم ان شاء الله. انا كده خلصت الكبده خلاص على النار اهي. بسيبها كده، ما بسيب شويه بس صوص فيها كده، يعني ما بنشفهاش قوي، وافردها بس كده. لايك بقى، واسيبها بقى تتغطى شويه وبعدين هطفي عليها. انا كده خلاص الكبده خلصت معايا. هغرب بقى الاكل الجميل ده
اهم حاجة عندي نص الليمونة جنب الاكل. بصوا الكبدة ما شاء الله عليها. وعملت بقى شوية رز ابيض. الرز الابيض انتوا عارفين بيتغسل وعليه معلقة زبدة ومعلقة ملح، كله بيتقلب مع بعض وسويته. بس كده يعني اكل النهارده بسيط، وعملت جنبهم شوية سلطة. والاكلة دي كلها مش مكلفة، يعني كل الاكلة دي ان شاء الله يعني كده مكلفة 50 جنيه. نص كيلو كبدة وطبق سلطة، وتعتبر ربع كيلو رز مش مكترة، على قد الاكل بس. اما انا قطعت قرنين فلفل وكده لقيتها موفرة خالص، عملت على قد خالص كده. وكمان فضل حبة كمان من نص كيلو. كده خلصت اكل النهاردة. يا رب يعجبكم الجمال ده كله، واكلة خفيفة وجميلة. ده الدكتور كتبهولي في الرجيم، اكل خفيف. 6 معالق رز، واي كمية بروتين، وطبق السلطة اهم حاجة. هي دي اكل النهاردة. يا رب يكون عجبكم النهاردة، فيديو جميل النهاردة، خفيف ومخدش وقت. لو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد على قناة يوميات بيت العيلة. اشوفكم على خير، مع السلامة.